طب مبدئيا انا مع الاهلي ومع اداره الاهلي في اي قرار هتاخده. موضوع المليون ونص والاسبوعين تدريبات انفراديه للافندي اللي ورايا ده، ايا يكن هو ايه سببه، اذا كان عنده سبب اصلا، فانا مع اداره النادي الاهلي في اي حاجه. الواد ده لو هتعرضوه للبيع والله ما فارقه معانا في اي حاجه. لو مش هنكسب بطولات من في 60 نصيبه البطولات ما عندناش مشكله، احنا ما عندناش حد اكبر من النادي مهما كان. بالنسبه بقى للافندي ده، طبعا انا مش هقول اسمه اساسا. بص يا ابني، يعني ياما راح زيك واجدع منك كانوا عاملين 100 راجل في بعض. انت يا ابني جاي على الجمهور الوحيد اللي بيتقال عليه جمهور ما عندوش قلب، جمهور ما عندوش رحمة، جمهور جاحد، جمهور ما بيصونش اي حاجة، فاهم انت؟ واخد احنا بيتقال علينا كل العبر كجمهور الاهلي في اي موقف اللعيب بيتحط فيه قصاد الاداره. ده مبدئيا مش حبا في الاداره ولا في سواد عينين الاداره، حبا في النادي اللي هو اكبر منك واكبر من الاداره نفسها. انت يا ابني عايز تمشي اخفى يا حبيبي مطرح ما انت عايز. يا حبيبي عايز تروح بيراميدز نوصلك والتاكس على حساب اخوك لحد حجر الكابتن ممدوح عيد، تروح تمضي معاه، ما عندناش يابا اي مشكله. عايز تخفى بره الدوري برضو، عيش حياتك يعني، شوف انت عايز تهب بيه اعمله. لان الدماغ التعبانه دي احنا مش فايقين لها بصراحه. لا الدنيا هتقف عليك يا ابني، كسبنا قبلك وكسبنا بيك وكسبنا بعدك، ومستواك اللي انت وصلت له انت في حياتك ما عملتش اللي عملته معانا احنا، عشان انت في وسط الاهلي مش عشان انت في سواد عينيك ان انت اسطوره الاساطير يعني. تمام. فيا ابني والله يعني انا مش عارف اقول لك ايه. انت ربنا يعينك على دماغك وعلى المهلبيه اللي في دماغك دي يا كمان، لان واضح ان انت خلاص يعني انت مستكبر قوي ان انت تفضل ملتزم ومش قادر تستوعب حته ان انت ما وصلتش لحاجه لسه. يعني انت يا ابني المفروض بتبني دلوقتي على يعني اللي هتعمله الفترة دي والفترة كمان سنتين تلاتة، ولا هتعيش بيه طول حياتك. واضح ان انت دماغك مش فيك، واضح ان في حاجة عندك انا معرفهاش. مش قصتي برضو، ما يلزمنيش. الاهلي يا ابني اكبر منك واكبر من 1000 واحد زيك. سلام عليكم.